انت متزوجه قبل؟ لا. مخطوبه؟ لا. علاقه طويله وهسه فشلت؟ لا. قل لك ترى انا ابوها قاعد قدامك مو كيس بوتيته. يا مرحبا، اهلا وسهلا، زارتنا البركه. هلا ومية هلا بيكم. وبيكم اكثر، فرحانين انه جينا اليوم يومكم، اكيد فرحانين. اهلا وسهلا بكم. احنا بصراحه لنا الشرف انه يعني الناس بعائله مثلكم يعني. وبصراحه يعني حسن صح انا سمعت انه لا 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 احمد الله يخليك، احكي بس الحكي اللي اتفقنا عليه، حكي حلو فدوه. شنو انا قبحي؟ انا بس الشغله اللي اشوفها مو صحيحه احكيها. لا بس هذا ظلوا يسمونه قباحه بهالوقت. بس اخوك الكبير انا. بس على العموم احنا يعني بصراحه لنا الشرف انه نناسبكم وحسن مشتريكم يعني، وجاي حتى يتزوج ولا هو هالايام قاعد بدون شغل. لا 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 مجاز انا شنو مو جيت اخطب، اخذت اجازه حتى اتفرغ للطبه والطلعه، ايش عبالي بطلت ما اروح للشغل. هاني هم عبالي ما يشتغل. مو اني هم دا اقول يعني ما يصير ولد شاب يجي يخطب وما عنده شغل. سالم وين البنيه هي؟ اهلا وسهلا. مرحبا. يا مرحبا اهلا وسهلا. هلا وسهلا. شلونك أحمد؟ احمد شنو؟ انا راح اصير حماتي الكبير، احترمي نفسك. شو الكلام هذا احمد؟ قولي لي شلونك ابو علي؟ هلا بأبو علي، شلونك؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. هي هاي؟ ما شاء الله انت حلوه. شكرا أبو علي. ايش بلاجه ما متزوجه لحد هسه؟ عيني يمه، هو كل شيء قسمه ونصيب. لحظه اجي لحظه، ليش ما متزوجه لحد هسه؟ انت متزوجه سابقا شيء؟ لا. احترم نفسك. انت يا مواليد؟ 88. 88 يعني هسه عمرك 34. عمرها 34 وحلوه وما ليش ما متزوجه لحد هسه؟ شو السالفة؟ اقول لك شو انت ما تعرف تحكي. لحظه خليها اسالها. انت متزوجه قبل؟ لا. مخطوبه؟ لا. علاقه طويله وهسه فشلت؟ لا. راح تخبلوني يعني شلون وحده حلوه وعمرها شلون ليش ما متزوجه؟ زين خاف انت ما مكمله، خاف ما دارسه. أنا بكالوريوس علوم. يعني طابه كليه شايفينك ولد واساتذه ودكاتره، سال عليها بالمنطقه زين، سال عليها بالكليه زين، خاف انه بكم مشكله. سالت وسمعتها تخبل مثل الورد. شو القضيه يعني؟ مخلصه كليه وبنيه حلوه ليش ما متزوجه لحد هسه؟ دقيقة شو اتخذتنا حاصل فاصل؟ مو قلنا لك كل شيء قسمه ونصيب. ادري قسمه بس مو لهالدرجه. هذه خافت ما سال بالمنطقه زين، خاف سمعتهم مو زين. سالت والسمعه تخبل. هذا راح يحيرني بالزايد. اقول لك ترى انا ابوها قاعد قدامك مو كيس بوتيته. راح اقوم ابتلي بيك. تبتلي بي الله يخليك. لا اكو شيء. اقول لك خلينا نقوم انت راح تتعقل بهاي البنيه. لا ماكو شيء معود، ماكو شيء. بس فهميني شو خاف انت مثلا لانه حلوه اللي يجي لك تطلبين منه شغلات وفلوس وسياره وكون بيت بوحدي، ذاك ما متزوجه. لو لا تقنعين باي شيء عادي. لا أنا راضية بيه مثل ما هو. زين انت عندك علاقه بحسن وكذا لو شو؟ لا احمد لا شلون تسالي السؤال قدام ابوها؟ اسكت مالك علاقه. ابوها قاعد احمد. مالك علاقه. عندك علاقه بحسن لو لا؟ لا. حيرتني. لا ليش ما متزوجه لحد هسه؟ لازم اكو سبب. أكيد أكو سبب، بس مو هذا السبب اللي أنت دا تحكي عنه. لا شنو؟ السبب الحقيقي إنه أني شايلة فكرة الزواج أصلاً من بالي، مرتاحة ببيت أهلي، معززة مكرمة مدللة، بيها شي؟ لا ما بيها شيء، بس شايله فكره الزواج. ليش رجعتيها هسه؟ لأنه كل الناس تسألني ليش ما متزوجة وليش ما متزوجة، وإذا ما سألوني إلي يسألون أمي من وراي، فقلت خل أخلص وأتزوج. انا نفس الحاله بالضبط. صار عمري 37 وما اريد اتزوج، بس كلام الناس هو اللي راح يخليني اتزوج. يعني انت ما تريدين تتزوجين؟ لا. وانت ما تريد تتزوج؟ لا. يعني انتوا نفس العقليه. إيه. لا عاد لازم يتزوجون مو؟ مبروك.